اليوم صارت أهمية الموارد الطبيعية على تنوعها خدمة لسلامة الأرض تحظى باعتراف دولي، لكن هذا التنوع الطبيعي تدهور بسرعة لا مثيل لها في التاريخ بفعل مخلفات التطور الصناعي ومظاهر الفقر عبر العالم. هكذا سنكتشف غنى وتنوع الثروة الطبيعية في المغرب وما يهدد فرص طوال استمراريتها. من هنا حددت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 154 موقعا ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية، وبدأت برنامجا هاما لإحداث شبكة وطنية للمناطق المحمية صنفت من بينها 10 مواقع كمنتزهات وطنية. عند ملتقى الطرق البحرية الكبرى وعلى ضفاف مضيق جبل طارق وعلى مسافة 15 كيلومترا عن القارة الأوروبية، اختارت المندوبية السامية جبل موسى كمنطقة محمية. تأتي هذه المحمية ضمن مشروع محمية المحيط الحيوي للربط القاري المتوسطي الأندلس والمغرب، وذلك نظرا لأهميتها الدولية في مجال هجرة الطيور وعبور الثدييات البحرية. غير بعيد عن هذه المنطقة يتم خلق فضاء جديد للتنمية يتمثل في واحد من أكبر موانئ منطقة البحر الأبيض المتوسط، يعد الرئة الاقتصادية في شمال المغرب، إنه ميناء طنجة المتوسط. يبقى الرهان الأساسي هنا هو الجمع بين حماية الموروث الطبيعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية دون تعارض. يمنح المنتزه الوطني للحسيمة الناظرة جمالية خاصة لموقعه المتميز الأكثر حماية في شمال المملكة، ويحتضن 3 أنواع من الدلافين على امتداد 19,000 هكتار في الوسط البحري، وهو استثناء في البحر المتوسط. تزايدت اليوم نداءات المجتمع الدولي بتوسيع رقعة المناطق المحمية البحرية بما يوازي ما تعرفه المناطق المحمية البرية من اهتمام دولي واسع. نظرا لطول سواحله البحرية، أصبح المغرب مدعو للعب دور رائد في حماية النظم البيئية البحرية. تشكل الأسماك موردا حيويا لكل من يستمد مصادر الحياة من أعماق البحر. يبقى التدبير المستدام للمخزون السمكي بالمنتزه الوطني للحسيمة أساسيا للحفاظ على الأهمية الاقتصادية للقطاع لدى الصيادين المحليين. لهذا الغرض بدأت المندوبية السامية وشركاؤها في مراقبة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة الصيد داخل المنتزه. يتمتع المغرب ب9 ملايين هكتار من الغابات والحلفاء، أي 8% من المساحة الوطنية. 30,000 هكتار من هذه الثروة تضيع سنويا، وخطر الانقراض يهدد عدة أصناف منها. صار المحيط الطبيعي عرضة للاستغلال البشري المفرط منذ قرون. الرعي الجائر، اقتلاع الأشجار، انجراف التربة، توالي سنوات الجفاف، كلها عوامل أدت إلى تدهور الوسط الطبيعي في مناطق أصبح بعضها مهددا بالتصحر.
حتى المناطق الأكثر غنى والأكثر تنوعا بيولوجيا في حوض البحر المتوسط كالريف الأطلسي المتوسط صارت مهددة بالتدهور البيئي. ولضمان الحماية الحقيقية لهذه المناطق شرعت المندوبية السامية في خلق 3 منتزهات وطنية حديثة ومحمية للمحيط الحيوي للمحافظة على أشجار الأرز. من الأصناف المهددة بالانقراض نجد غزال أغيث الذي يعيش في محمية ترنس، حيث يتكاثر لإعادة دمجه في محيطه الطبيعي. يهديك المنتزه الوطني لتل سلطان بإقليم شفشاون منظرا فريدا لتوفره على تشكيلات غابوية تعد الأكثر غنى وطنيا. تشكل الغابات المترامية لتزكا مواطن غنية ومتنوعة للعديد من أنواع حيوانات المنطقة. وهذا الأيل وهو أحد أصناف الثدييات إلى المنتزه عام 94 900 وألف. وصل عدده اليوم إلى 70 ويخضع لمراقبة وحماية مستمرة. تعرف الجهات الشرقية غنى التجويفات الوطنية، وهو ما يشهد على وفرة المياه هنا منذ ملايين السنين. تعد مغارة فريواتو إحدى أهم المغارات بالمغرب، ووجهت الزوار من طلبة وباحثين من مختلف مناطق المملكة. يحتضن المنتزه الوطني لإفران أكبر غابة أرز في المغرب. هنا يمكن ملاحظة وجود قرد الأطلس، واحد من بين 35 نوعا من الثدييات داخل المنتزه. تعتبر بحيرة أقلام أفنورير منطقة رطبة ذات أهمية عالمية بموجب اتفاقية رمسار لمناطق الرطبة، نظرا لأهميتها بالنسبة للطيور المهاجرة. إن إحداث المنتزه الوطني لإفران يشكل جزءا مهما ضمن خطة المندوبية السامية في الحفاظ على غابات أشجار الأرز الضخمة في الأطلس المتوسط والمهددة ببطش الرعاة، مخاطر الحرائق، اقتلاع الأشجار ومخلفات الجفاف المهولة. يعتبر الأطلس شريان المملكة الطبيعي والاجتماعي. الأطلس مهد الحضارة الأمازيغية العريق وخزان الموارد المائية بالمملكة. يعد المتحف الإيكولوجي بخنيفرة حجر الأساس لمشروع إقليمي لتثمين لغة التمازيغت. شقاق غراني ثمالا سيمين ونادو ثلاثة متروينون شقاق هواني ثمزغا قول جاني مازيغ نغرا في العواري تجي تزغار لذيك سنيك السابو يرغم أنا الستوالا. بإنشاء هذه المنتزهات الوطنية وأنواع أخرى من المناطق المحمية تهدف المندوبية السامية إلى خلق توافق بين المحافظة على الطبيعة والنفع العام للساكنة المحلية، وذلك بإشراك المجتمع المدني في المحافظة على الموروث الثقافي والبيئي.
تيسلي وتيسليت، بحيرتان ملأتهما دموع العاشقين الراعيين المنفصلين حسب الأسطورة، توجدان في قلب المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي. يبقى النشاط الرعوي المحلي في الوسط الطبيعي الجبلي أحد أهم الموارد الاقتصادية في الجهة. ودرءا لمخاطر بطش الرعاة وإتلاف الغطاء النباتي حول الموارد المائية النادرة والمعول عليها، أقام المختصون حوارا مفتوحا مع كل الفاعلين المعنيين. والهدف الوصول إلى مبادرات تهدف إلى تسيير معقلا للموارد الطبيعية أساسه الشفافية، الديمومة والإنصاف. بقدر ما نبتعد عن المحاور الرئيسية للتواصل عبر الأطلس الكبير، بقدر ما يتضح مدى العزلة التي يعاني منها سكان الجبال. يعد الفقر أحد الأسباب العميقة للتدني البيئي في العالم القروي بالمغرب، وغالبا ما تصاحبه موجة الهجرة القروية المتفشية في وسط الشباب. هنا وخصوصا في الجبال تتحمل المرأة جزءا كبيرا من مشاق الحياة اليومية. بادرت المندوبية السامية بتمويل مشاريع صغرى ضمن برنامج منح صغيرة من أجل الحفاظ على البيئة والمساهمة في تنمية العالم القروي، كدعم تسويق منتوجات تعاونيات النسيج النسائية مثلا. تلعب الغابات كذلك دورا اقتصاديا هاما عبر استغلال المنتوجات غير الخشبية كالأعشاب العطرية والأعشاب البرية التي تغني الصيدلة التقليدية. غير بعيد عن المنتزه الوطني التبقال توجد الحديقة البيوعطرية لأوريكا، والتي تضم نحو 45 نوعا من الأعشاب العطرية والعلاجية. بمقاربة فلاحية اقتصادية خلاقة كهذه، بدأ القطاع الخاص يطور مجالات التكيف وإضفاء علامة الجودة على منتوج الغابة في المغرب.